اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نعمل مع بعض الزلابية زي العسل، حلوة قوي قوي قوي. يلا نشوف الطريقة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الاول الشربات. عندي كوبايتين سكر على كوباية ونص مية. هرفعهم على النار، واول ما يبدأ يغلي غلوة واحدة هبدأ احط معلقة من الفانيليا او باكت فانيليا وعصرة ليمون. في بولة عندي هجيب كوباية ونص من المية الدافية، هحط عليهم معلقة من الخميرة، وهحط معلقة من السكر، معلقة كبيرة، وهقلبهم مع بعض حلو قوي، وهحط رشة ملح كمان، وهنزل بقى بكوبايتين من الدقيق. المعيار اللي عندي دوت مج من بتاع الشاي العادي. وحطيت 4 معالق نشا، وحطيت معلقة من اللبن البودرة، معلقة كبيرة. وهقلب الخليط ده لحد ما يبقى كريمي بالشكل ده. اهم حاجة ان انت تقلبي لحد ما يبقى ناعم معاكي، ما يبقاش حبيبات. هقلب لحد ما ياخد القوام بتاع الكريمي شوية زي قوام الكيكة كده، بس بيبقى فيه سنة مطة كده. حلو قوي. انا هغطيه وهسيبه يعني حوالي ساعة، طبعا عشان الجو حر. المفروض نسيبه اكتر من ساعة، بس عشان الجو حر هي ساعة، ممكن اقل. مجرد ما هلاقيه رفع وعمل فقاقيع كده يبقى هو تمام. ده الشربات غلي معايا. وهنا خلطة الزلابية خمرت معايا بالشكل ده. هجرب معاكم طريقتين. اول طريقة هعملها بتاعة الكيس الحلواني او القمع. في الوقت ده انا مولعة على زيت مش حامي قوي ولا بارد قوي، يعني درجة حرارته معقولة، لان لو عليتي درجة الحرارة بتاعته هتستوي هتاخد لون من فوق ومن تحت ومن الوش بتاعها، ومن جوه هتبقى عجينة. دي كده طريقة القمع. طبعا يعني القمع مش عارفة اتحكم في ان انا اخليه كور كور مكورة، يعني هو مش جاي كور معايا، جاي اشكال مختلفة. يعني الطريقة دي مش داخلة دماغي قوي. هطلع الحبة دول في مصفى او بولة عندي، وهعمل الطريقة التانية معاكم. في الوقت ده الشربات بتاعي كان خلاص تقل وخد القوام المطلوب، فانا سايباه يبرد، لان اهم حاجة الزلابية تبقى باردة، الشربات يبقى سخن. العكس يعني، لو الزلابية سخنة يبقى الشربات بارد. فانا كده ايه عملت وسبته يهدى شوية. هنبدأ بقى نعمل الطريقة التانية بتاعت المعلقة. يعني المعلقة حاسة ان التحكم فيها احسن شوية. انا طبعا الكاميرا مش جايبة العجينة وانا ماسكاها بايديا، بس انا بحاول. يا رب يكون واضح. شايفين هي يعني الى حد ما الاشكال معقولة عن الطبق الاولاني. هبدأ اقلبها على كل الجهات، واللي لونها بدأ ياخد لون معايا ولونها تمام بطلعها. وهنا عملت الكمية كلها، وادي الشربات بتاعي بعد ما تقل. هنبدأ بقى نحط الشربات على الزلابية، شكلها تحفة. يلا بقى تابعوا الفيديو وقولولي انهي طريقة عجبتكم. متنسوش لايك وشير. السلام عليكم.